السلام عليكم جميعا. ليلة طيبة للإخوان جميعا والحضور الكريم لي معك أخي ياسر. والله لا أخفيك سرا. في إحدى مناظراتك على بث أسعد الشرعي، والله العظيم أخي ياسر قلت في قلبي: هذا إذا كان فقط سائق شاحنة أنا غيمشي نبيع سيكوك. تفضل أخويا الكريم، أقسم لك يمينا أنا أخي ياسر. شوف والله وربي شاهد شوف أخي كمال الدين. هو أنا أحترم من يعني يقول أنا مثلا أكاديمي، أو أنا مثلا مجاز. في مثلا معنا الفتى السوسي ما شاء الله عليه اختصاص يعني الشريعة على ما أظن. كمال الدين كذلك يعني ما شاء الله عليك الأخ المهاجر. أما أنا أنا ممكن أنا أعتبر نفسي أريد الحرية في هذا المجال التيكتوكي. أنا أريد الحرية في المجال التيكتوكي. إن قلت أكاديميا فلن تكون لي حرية. إن قلت أنا حاصل على كذا وكذا، أنا أخذت من سائق الشاحنة حرية في الكلام في جميع المستويات، يعني والمستوى الخامس ابتدائي شرف لي. ما كتفكر الوالده كتقول لي وليدي حبسها في الخامس، كتقول لي انت لا قريتي انت لا فتي الخامس مشكل. برافو كتقول لي كارثه يا سير أخي ياسر. عليك وليدي الخامس. أخي ياسر، الوالده انا ما بغيتش العقوق ديال الوالدين. تفضل يا كمال الدين. تلك الحرية في التيك توك وتجنب التصنيف، ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. تفضل أخي ياسر. تحياتي لك والإخوان، نتمنى تنتبهوا معنا. احنا اليوم أقسم بالله مع الإخوان، أنا هاد التجربة الأولى ديال هاد اللي كان يعني ضيف في قناة الحمار عند ما يسمى ببونيف. فبونيف أصبح يخدم أو يخدم المغاربه. والله اصبح يقدم اكبر خدمه للمغاربه. بزاف الناس كيقولوا ودي اش كتقول، اش من الخدمه كيقدم بونيف. بونيف اصبح يعري الكبرانات الذين قاموا ب يعني تقييد اسود الجزائر ان صح التعبير، او خيول الجزائر طبيعه الحال، واخرجوا الحمير الى مواسم تبوريضه. ورأينا اليوم حمير الجزائر تقوم باستعراضات ديال تبوريدة. أنتم غادي تسمعوا ونلقاو على المسامع ديالكم، ونتمنوا ما نكونوش تقال عليكم. وغادي تكون الفترة والله يعني حتى فيها من الفكاهة ما يثير الضحك. اسمع، دوزت لكم الجمع ديال أنثى، راه سمعتوه أنتم غتسمعوا. نناقش معك هذا الموضوع، ولكن في نهاية الحوار، ولكنك فضلت علينا وبدأت به إلى تل ذلك الزحف البشري الذي كان من شمال المغرب على جنوبه. وقلت كجزائري ضارب في جزائرياته، وكذلك مؤلم بالتاريخ وباحث في التاريخ، وبالأخص التاريخ المغربي الأقصى، فقد أعطيته الأهمية الكبرى في السنوات الأخيرتين. هنا نطرح سؤال على الأساتذة. تاريخ المغرب الأقصى أعطاه أهمية في سنتين. تاريخ ديال المغرب الأقصى كامل أعطاه الأهمية كملوا في سنتين. تبارك الله ما شاء الله عليه. تاريخ المغرب الأقصى سنتين. أنا اللي بغى يعطيني تعليق يتدخل، اللي ما كانش تعليق سأستمر. غير هو أنك باش المغرب الأقصى سنتين كملت التاريخ ديالو وأصبحت فيه ما شاء الله. ممكن اخويا ياسر انه يدوز فيه سنتين فقط لو قرأ تراجم الحكام فقط. زعما كل حاكم يقرا ليه امتى تزاد وامتى مات وامتى حكم، فهذه ممكن يدوز فيها عامين تدي ليه حتى 3 سنين. اما من ناحيه الاحداث ما نظنش، كتجي صعيبه شويه، الله اعلم. شكرا. أنا أخي ياسر، أنا سأتفق معه بشرط واحد: أن تكون دراسته للجزائر وتاريخ الجزائر استحق منه دقيقتين فقط. الله أنا مع أكبر. ياسر.
تحياتي. يكون الصوت واضح، حيت بعض الاخوان كيقولوا لي الصوت ما كيكونش واضح عندك، ما عرفتش. الصوت هنا ما واضحش زعما، ما عرفتش، ما ظنيتش الصوت واضح. الصوت واضح اخي ياسر. اذا نستمر. السلام عليكم أخي ياسر. نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وسهلا الإخوة والأخوات الأساتذة الأفاضل، حياكم الله جميعا. أنا ما يتضح لي من خلال تجربتي المتواضعة في مناهج التاريخ والمدارس التاريخية أن هذا الإنسان لا يفقه في تاريخ المغرب، لا يفقه في تاريخ المغرب. وللحديث بقية بعد الاستماع. نعم ستسمع أنه وهذا للتطبع لأشياء أخرى قد وقعت، ومجريات وتغيرات وقعت في هذا البلد العزيز الحبيب على قلوبنا، ألا وهو المغرب الأقصى. وقلت أن هذه المسيرة التي جمعت أكثر من 350 ألف من مختلف الشرائح المغربية ومن ذكور وأنثى، وقلت أن وقع مستوى 5 ابتدائي. اسمع. وقعت في هذا البلد العزيز الحبيب على قلوبنا، ألا وهو المغرب الأقصى. وقلت أن هذه المسيرة التي جمعت أكثر من 350 ألف من مختلف الشرائح المغربية ومن ذكور وأنثى. هذا جمع المغرب الأقصى درسوا في سنتين. الجمع ديال أنثى ما عرفتش واش كاينه إناث داخل الجزائر أو باقي. أنا هو اللي قال درس في سنتين، يعني هو ضليع ما شاء الله في اللغة العربية، متمكن. دابا أنت لست متمكن حتى من الصرف والنحو. ما عرفتش أنا الدراسة واش درستيها بالدارجة ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية. هنا ما غنحتاجش نسول الأساتذة، لأن هذه من بديهيات، وهذه مسألة ديال ما عرفتش مستوى الخامس. دكتور يقول بأن المسيرة الخضراء وقع الحمل في المسيرة الخضراء. هذا ما عرفتوش أنا واش كان دكتور ولا كان كيبيع شي حاجة في الصيدليات في المغرب أو في المسيرة الخضراء، كان كيفرق شي حاجة، أو هاد المهمة ديالو أشنو كانت بالضبط. هذا دكتور يفهم في التاريخ وفي العهر. هنا لا كان عندكم شي تعليق بأن الدكتور يقول بأن المسيرة الخضراء نتج عنها حمل. أنا أظن أن هذا الحمل الذي نتج عن المسيرة أنا سأفسره بطريقة شعبوية، لأن عندنا المغاربة في المغرب كاين بعض العيالات، دابا غادي نهضر بالدارجة بلغة العامة، كاين بعض العيالات كيقولوا لها عندك الراقد، هي ما حاملة ما والو، كرشرات تبارك الله هي هذيك، ولكن داك التيلاد ما بغى يهبط، ما بغى يزيد للقدام، كيقولوا لها عندك الراقد، زعما داك التيلاد راه راقد تما بقى، ما هو خرج ما هو زاد. دابا الجزائر عندها الراقد من 75 الى يومنا هذا، عندها الراقد. ما هي دات الصحراء، ما هي حررت الناس ديال تندوف والحمادات والرابوني، ما عندها الراقد. داكشي اللي عندها راقد واقف، قضيه عندها واقفه كتغوت يمينا وشمالا، ها في الصبليون، ها هي في فرنسا، ها هي في الامم المتحده، ولكن القضيه فيها الراقد. اذا الحمل اللي تكلم عنده هذا هو عندهم هما. اذا هنا نعطي للاساتذه الا بغاو يعطوني كلمه من هنايا يعطوني كلمه. انا راه كنبقى مستوى الخامس وكنستعن بالاساتذه ديالي، تحياتي لهم. اللي بغى يتفضل في هذه النقطه هذه. وتفضل السي كمال، السي عابر سابل، تفضلوا انتم اكبر منا سنا، تفضل الله يجزيكم بخير. واش غادي نقول لك السي ياسر؟ اش غنقول لك اخي ياسر؟ عندهم اللقلق، عندهم اللقلق. هذه واقيلا مسيرة اللقالق. لا
لا حول ولا قوة إلا بالله صاحبي. ودكتور صاحبي دكتور. واطي هذا إنسان واطي يا صاحبي، هذا إنسان واطي. لا حول. اولا بعد اصلا ولد الأخلاق اصلا هذا. حتى اصلا من سمات الباحث في التاريخ، لان المؤرخ هو يشبه القاضي، قاضي التحقيق في قضيه من القضايا، وبالتالي يعطي ادله وحجج، ويعطي واحد الماده التاريخيه مبنيه على الادله والحجج. هذا السيد هذا تكلم في المسيره الخضراء وقال اني درست تاريخ المغرب. واولا المؤرخ يحدد الحقبه ويحدد الزمان ويحدد المكان، لم يحدد الحقبه التاريخيه. انت درست المغرب في اي حقبه؟ لانه اذا ما نظرنا مثلا الى الجانب المنهجي او الاكاديمي في دراسه التاريخ، مثلا عندنا مستوى الطلبه مثلا في الاجازه راه كيدرسوا مثلا التاريخ، تخصص التاريخ في 3 سنوات الحاليه في النظام الحالي، ولكن لا يتسلحون بكل المناهج التاريخ ولا المنهاج التاريخي، ولا يفهمون حتى بل يدرسون بشكل عام مضمون التاريخ. كتجي لمستوى الماستر كيبقى الانسان تيتفصل وكيبدا يعرف بين المصادر والمراجع وكيعرف امهات الكتب وكيتفصل في هذا الشيء. في الدكتوراه ومازال يتخصص في فتره معينه او في موضوع معين، اما يمشي للفتره القديمه، اما يمشي للفتره الوسيطيه، اما يمشي للفتره الحديثه، اما يمشي للفتره المعاصره. هذا على مستوى الدكتوراه. يعني الانسان كيقطع بين الاجازه والماستر والدكتوراه تقريبا تقدر تكون 7 سنوات على الاقل، قد تصل حتى 10 سنوات. اذا كي يحصل على دكتوراه ويكون متخصصا في جانب من عصر من العصور، وحتى ذلك العصر لا يكون يعني شاملا كافيا عافيا عاما فيه. وياتي واحد هو خارج الاطار التاريخي المغربي ويقول، مع انه يقول انه استاذ باحث في التاريخ او استاذ جامعي في التاريخ، ويقول درست تاريخ المغرب في 2 سنين، وبالتالي هنا حتى المعطى التاريخي لم يحدد الفتره ولا الحقبه ولا المكان ولا الزمان الذي سيتحدث عنه. وقال المسيره الخضراء من لغه المؤرخ. اولا نحلوا اللغه باش كيتكلم هذا كيدعي على انه مؤرخ. من ناحيه اللغه هو لم يتكلم لغه المؤرخين ولغه التاريخ، لانه تكلم عن المغرب اولا بشكل عام وبدا يعني يفصل، ولم يتكلم عن تاريخ المسيره، لم يتكلم على سبب يعني السبب الموضوعي او الارضيه الموضوعيه لقيام هذه المسيره، لم يحدد الظرفيه التاريخيه. كثير من المحددات وكثير من المقومات تؤكد على انه ليس له علاقه بالتاريخ، بشكل ما انه ربما قد يدرس التاريخ عند الكراغيل وعند النظام العسكري، ولكن هو جاء ليمرر خطابا سياسيا، لان الامر لا يتعلق بحموله تاريخيه او تقديم درس تاريخي او تقديم دليل تاريخي لكي يقصف مثلا الجانب المغربي على انه كان هناك نقص في المسيره الخضراء او خلل في المسيره الخضراء. قد ان كان حتى هذا الخلل قد يناقشه من البعد السياسي، من التاريخ السياسي، او يناقشه من بعده المنهجي، او من خلال تحقيب الفتره مثلا ديال المسيره او الكتابه التاريخيه في فتره المسيره. هذا هو دوره كمؤرخ، ولكن جاء هو ليمرر خطابا سياسيا فيه الميوعه التي يترفع عنها حتى الباحث يعني المبتدئ، يترفع عنها حتى الباحث المبتدئ. نعم يا أخي، أنت تناقش بطريقة علمية ويعني وأنت تناقش بلومبي. هذا اللي في الصورة عابر السبيل. مرور الكرام عابر السبيل هذا راه بلومبي. هذا راه نعم. بلومبي. هذا ستان بلومبي. هذا كان في الوقاية المدنية. هذا راه بلومبي. هذا راه لا علاقة. هذا شوف، هو عندما يقول أن التاريخ المغرب استرعى منه 2 دراسة فأكمله، هو الدلالة التي يريدون من خلالها توجيه كلمات لهذا الشعب يعني البسيط الساذج الغبي، أن تاريخ المغرب لا يساوي شيئا، وأنه بتلك الضحالة التي جعلت منه فقط يعني تكفيه 2 فقط لدراسته. هو أراد تبخيس تاريخ المغرب فقط. الرجل هذا والله ما قرا شي حاجة مسكين. فاش هذا شي يقرا صاحبي؟ هذا أغيور. تعرف أغيور؟ هو هذا أغيور. خليونا ناخذوا الاي دي ان قال لك من الناس اللي شاركوا في المسيره الخضراء. مرحبا. السلام عليكم أخي ياسير. مرحبا سيدي. الضيوف الكرام. السلام عليكم الأخ ياسير، الضيوف الكرام، شكرا. اش غادي نقول لكم؟ هاد السيد هذا قدم واحد الخدمة كبيرة للمغرب. أنا من الناس اللي شارك في المسيرة، كنت باقي صغير، مازال عندي 17 عام، واش فهمتي؟ دابا راه عندي 66 عام. يعني
هي فينا ديك الروح الوطنية، واخا هي كاينة ديما، كانت عندنا منذ 17 عام على الأخوة، يعني كنا مدربين تكونين. اشنو شنا هذا الشيء اللي كيقول ما عنده حتى علاقة، ما شافش العبقرية ديال الملك الحسن الثاني وكيفاش تنظمات، كيفاش كان الجيش وكانوا الجدارمية وكان هذا، وكانوا جميع الأقاليم منظمين في مخيمات، واش فهمتي، قرابل، النساء بوحدهم، الرجال بوحدهم، الأقاليم كل إقليم بوحدهم موزعين بواحد اللوجيستيك، زعما فكرة عبقرية. ما يمكنش كيفاش غتدخل ليه ما غتكون دعارة ولا غيكون فساد ولا واش فهمتي، ما يمكنش. واش فهمتي، انا مثلا كنمشي كنتسارى في الاقاليم كنشوف هاد الاقليم بوحشمه، كتلقى العيالات بوحدهم كيوجدوا الاكل ديالهم، الرجاله اللي معاهم عيالاتهم ما كاينش زعما شي، كاينه حشمه، كانت حشمه كبيره بالاخص في هذيك الفتره ديال السبعينات. هذا دابا ملي استفزني هذا السيد هذا استفزني، بديت كنبحث بحثت على الدعارة عندهم في الجزائر. لقيت التاريخ ديال الدعارة من 1830 ل 1960 في كتاب ديال مجموعة اللوحات ديال رسامين فرنسيين. ها هو الكتاب عندي دابا ومستعد نعطيه لك شوف السي ياسر. ايديا هذوك شناهم حنا راه غتعطينا غير على المسيره والشيء اللي عطيتينا حنا ما بغيناش ندخلوا في هذاك الخضم ديال الدعاره معاهم، لان هما هذاك الشيء ولا عندهم لا من ادبياتهم. لا، هذاك جبدته على اساس ذاك عبد الحق الصنيبي جبد ذاك ام حسن. انا مشيت في هذاك الاتجاه ديال ام حسن واخواتها، قلبت في المتاحف، انا كرسام تشكيلي كفنان تشكيلي، نعم. بحثت في هذاك وجبت لوحات. واش فهمتي، جبت لوحات كاينه في متاحف فرنسا او لا عندهم في الجزائر، فيها الدعاره باينه بالعلال كما كنقولوا طاي. المهم الشهاده ديال المسيره كانوا بالليل كيكونوا ناس كيعسوا، فهمتي، من غير الميليتار، من غير لي جوندارم، داكشي كل قبيله ولا كل هذا كيخصوا واحد الناس اللي كيتساراو بالليل كيبقاو فايقين، ما كاين حتى شي حاجه، ما شناش الناس مشينا تقريبا مشينا حتى لطرفايه، قبل من طرفايه واحد محطات ديال الوقوف في هذاك اللي وصلنا لهذاك 3 ايام ولا 4 ايام، قلت تقريبا شي 25 يوم كاع اللي تقاضينا في واحد 15 يوم ديال الالي والروتور وسيمانه ديال اللي وقفنا تما. في غادي يكون هذا، كيفاش غيشوف هاد المنكر هذا في وسط مجموعه ديال 350 الف؟ كيفاش غتكون زعما ما كاينش هاد الشيء اللي كيقولوا راه غريب، وما يقولوش انسان مسلم، ما يقولوش على اخ ديالو ولا. انا بديت كنشوف بان هاد الجزائري ولا هاد النوع ديال هاد الناس بحال هكا اعداء حقيقيين، زعما فيقوا فينا الحقد اللي ما كناش كنشوفوه فيهم على قضيه الصحراء مثلا هذه 50 عام. دابا ولينا كنشوفوا اكثر بان كاين كره لهاد هاد الجار. سياسر والحسن الثاني راه ما قالش ديك الكلمه ديال واخا بلاتي يعرف خليك العالم. ايديان، شكرا. ناخذوا المهاجر اللي طلبتي الكلمه ياك. لا لا انا شوف انا أنا انا كنمدي انا ثانيه من فضلك السياسر، غتجبر ورقه شكرا. والستيلو غتكتب، ورقه والستيلو غادي نكتبوا. شوف اول حاجه السطر على المغرب الاقصى وبالضبط الاقصى، نعم. فهمتي دونك هذيك الكلمه راه هو مازال انا جايكم في الطريق واحد الوقيته ما غيبغيش يسمي حتى الجزائر بالجزائر، انا عرفت غادي يسميها المغرب. عايش بلا المغرب. شوف المغرب الاقصى، يعني المغرب الاقصى 2 من الدراسه كانت كافيه لدراسه تاريخ المغرب. هذا معناه يعني يمرر الجمهور رساله: المغرب تاريخه ضئيل صغير قصير. ثم المسيره الخضراء، الدعاره، 3 اشياء بالحد الساعه، 3 الاشياء، التباقي غير تخربيق.
اللي جاي يثير الضحك. اسمع. نعم، هو رسالته هي 3. اذا نسترسل باش ما نطولوش على الاخوان. أكثر إيجابياتها تعود للنظام المخزني في المغرب. أما لإحرار المغرب ولباقي الدول الأخرى التي اطلعت على أمور هذه المسيرة والذي نعتبرها كاغتصاب أرض ألا وهي أرض الصحراء الغربية. وتصريحات الملك الحسن الثاني رحمه الله حيث يقول: إن وجدتم إسباني فصافحوه وإن وجدتم من غيره في الطريق فاقتلوه. ولهذا فشعب الصحراء، هذا الشعب الصحراوي البدوي المتنقل في فيافي صحرائه، لم يجئ إلا ملجأ واحدا وهو ملجأ الجهات الغربية. فدخل دينندوف فارا من بطش هذا البشر المهول الذي زحف عليه في سنة 1975، علما أنه كون جبهة ضد الإسبان وكانت ذلك في سنة 1973. وتأسيس البوليزاريو في حد ذاته قد أنشئ على أرض المغرب الأقصى، ولهذا انتقل في نضاله داخل الصحراء لمدة 2 لكن جاءت الخديعة والغدر من الشمال ومن الإخوة في المخزن المغربي، فكان اغتصاب هذه الأرض ألا وهي الصحراء الغربية. وزيادة على ذلك تلفيق اتهامات إلى مناضليها ومحرريها بالجبهة الانفصالية والمتمردين والذين هم في أرض الجزائر. وما الجزائر آنذاك قامت إلا بأعمال سرية لمبدأ تقرير مصير الشعوب، وهذا ما ورد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960. هنا اللي ما فهمتش أنا، هل ارتكب خطأ أم هو متعمد؟ أنه ملي كيقول الجبهة الانفصالية والمتمردين، واش هو غلط ولا أنا ما فهمتش؟ غلط. هنا غلط. هنا غلط. هنا سياسير. نعم. بالفرنسي هنا واحد الخطأ بعد أصلا. هنا بالفرنسية كيتسمى لو لابسوس ريفيلاتور. نعم. يعني هذا هو اللي عنده في قلبه الداخل. يعني داك الشيء اللي كاين لداخل خرج على برا، يعني نعم. الظاهر نعم. عكسه الباطن. نعم، ما عملش الفلتر. الجبهة الانفصالية قال لك والمتمردين، هو هكذا. أنا نعاودوها عاوتاني. أصلا هنا أصلا أخي ياسير، نعم. واحد الخطأ هنا منهجي وموضوعي ومعرفي وعلمي خطير جدا، لا يقع فيه حتى الإنسان المبتدئ. علاش؟ المبتدئ في التاريخ ماذا قال؟ قال في الأول: درست التاريخ المغرب الأقصى في 2. يعني عندما تقول، احنا كاع ما نتكلموا على كلمة الأقصى، نمشي معك احنا في كاع في الجانب الظاهر. درست التاريخ، يعني عندما تقول درست تاريخ أمة، يعني درست تاريخ الأمة يعني المغربية منذ الأدارسة إلى حدوث الدولة العلوية. يعني تقول درست تاريخ المغرب في 60، ومن بعد ذلك كتجي الفرصة ديال ما بعد المسيرة وكتصبح تنظر لطرح آخر ليس الطرح التاريخي. لأنك إذا درست تاريخ المغرب لن تقول كلام على أن المغرب اغتصب الأرض وأن المغرب دخل إلى الأرض وأن المغرب، يعني هاد المسائل هادو ما خصكش تقولهم، لأنك قاري ذاك التاريخ وقاري تاريخ المغرب الأقصى في عهد المرابطين، عهد الموحدين، في عهد العلويين. يعني عارف على أنه كاين هناك التبعية وأن المغرب حكم ديك الأرض من خلال تعيينات ظهائر سلطانية لقوات لأعيان لقضاة، وعارف على أن تاريخ الدولة السعودية والدول امتد إلى السودان الغربي. عارف، إذا قريتي التاريخ ديال المغرب، ولكن في الأخير كتجي في السبعينيات وكتقول على أنه كتقطع داك الشيء كامل كتنفيه وتقول على أنه هناك دولة وهناك شعب وهناك كذا. إذا هذا ليس له علاقة، حتى عنده شي اضطرابات عقلية ولا اضطرابات نفسية إذا كان أستاذا جامعيا. يعني هي ما تنساش أن القناة المستضيفة اسمها قناة الحمار. بس ياسير ولا يخرج عن نطاق الحمار. السياسي دابا هذا لا يجب مناقشته على اساس انه دارس التاريخ او دكتور في التاريخ او هذا الرجل يريد ان يمرر رساله. هذه الرساله ليست اكاديميه ولا علميه، والا لكما قال عابر السبيل لو كان درس التاريخ فعلا يعني لفعل غير هذا ولا قال غير هذا.
هذا الرجل له رسالة، وهذه الرسالة يمررها لشعبه أولا. لاحظوا ودققوا معي كم مرة قال اغتصاب اغتصاب اغتصاب. في الأول اغتصاب النساء، ثم الآن اغتصاب الأرض، وهذا كلمة اغتصاب غير في الأرض قالها 3 مرات. هو يريد ولكن هذه القضيه ديال الجبهه الانفصاليه والمتمردين كاين هذا لو لابسوس ريفيلاتور، هذا هو لو لابسوس ريفيلاتور، هذا داكشي كيكون مخبع ما كنقدرش. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذا هو اللي عارفه هذا هو الواقع، هو هذا الذي يعلم، هذا هو اللي عارفه هو، هذا هو اليقين عنده. نعم نعم. إلى مناضليها ومحرريها بالجبهة الانفصالية والمتمردين والذي هذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. إلا عاد سمع بلاتي 2 لكن جاءت الخديعة والغدر من الشمال ومن الإخوة في المخزن المغربي، فكان اغتصاب هذه الأرض ألا وهي الصحراء الغربية، وزيادة على ذلك تلفيق اتهامات إلى الذين هم في أرض الجزائر ومن ضربوا الكابرانات، ضربوا الكابرانات هذا. السياسر عرفتي بحالاش السياسر، والله العظيم بحال صاحب اللقلاق فاش قال لهم يعني جاءتني أخبار من أحد المنسق الذين كانوا ينسقون مع فرنسا ثم استدرك ولكنه كان ما يخدم معنا. واش فهمتي؟ وبلاتي الاخوان نعاودوها، الله يجازيكم بخير، صبروا معايا الله يرضي عليكم. اسمعوا، هذا استاذ التاريخ ويتكلم على يعني هو يتكلم على البوليزاريو، زعما هذا راه اسمعوا غير اسمعوا، انا ما نكثرش عليكم، اسمعوا. كانت ذلك في سنة 1973، وتأسيس البوليزاريو في حد ذاته قد أنشئ على أرض المغرب الأقصى، ولهذا انتقل في نضاله داخل الصحراء لمدة 2 لكن جاءت الخديعة والغدر من الشمال ومن الإخوة في المخزن المغربي، فكان اغتصاب هذه الأرض ألا وهي الصحراء الغربية، وزيادة على ذلك تلفيق اتهامات إلى مناضليها ومحرريها بالجبهة الانفصالية والمتمردين والذين هم في أرض الجزائر. وما الجزائر آنذاك قامت إلا بأعمال الإنسان. هذا الله يذكر عليك. هادشي التدعية وتغمض عينيك وحق الله. سبحان الله. واتهمهم بأنهم هذه ماشي المغالطة الوحيدة الإخوان يعني. المتمردين. الفيديو كامل شوف تبارك الله داك الشيء اللي قدام في الجمعية العامة للأمم مباشرة بعد المظاهرات السلمية التي انتقلت من عين تيموشنت إلى الجزائر العاصمة، 3 أيام أو 4 أيام كانت في مدرجات جمعية علماء الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار الذي يقول بالحرف تقرير مصير الأمم. وأدرجت القضية الصحة. تقرير مصير ماذا؟ الأمم. أي لا حول ولا قوة. المؤرخ لا يقول هذا الكلام. 1963 وهي السنة الذي كان فيها التعدي. السنة، اسمع أنا أتبع معي العربية، السنة الذي كان فيها، السنة الذي كان فيها. خليو هنا دابا كاع التاريخ حنا أبار، حنا غير العربية. واش هاد الجملة مفيدة؟ السنة الذي كان فيها أبدا، خص يقول التي كانت. واش التي ديال انت قال لي ما عرفت شنو. المهم غنزيدو السنة الذي كان فيها. زيد السيدي زيد تفضل. على الجزائر آنذاك الجزائر التي كانت تعاني. ياسين عافاك إلا كان ممكن نرجع واحد 10 سكوند قبل. هو رجعوا كاع. هذه الأرض ألا وهي الصحراء الغربية، وزيادة على ذلك تلفيق اتهامات إلى مناضليها ومحرريها بالجبهة
الجبهة الانفصالية والمتمردين والذين هم في أرض الجزائر. وما الجزائر آنذاك قامت إلا بأعمال إنسانية، أولا لمبدأها تقرير مصير الشعوب، وهذا ما ورد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 مباشرة بعد المظاهرات السلمية التي انتقلت من عين تيموشنت إلى الجزائر العاصمة. 3 أيام أو 4 أيام كانت في مدرجات جمعية علماء الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار الذي يقول بالحرف تقرير السياسي الأمم وأدرج سياسير. نعم. هذا بعد ضرب في التاريخ بلاده. أليسوا يقولون ثورة 1960 ألم تكن يقولون عندهم ثورة؟ نعم. فكيف يعني كيفاش الأمم المتحدة سلمية. هو يقول سلمية تماما. مظاهرات سلمية أدت إلى استصدار قرار في الأمم المتحدة تقرير مصير الأمم، و1960 هم يقولون كانت عندهم ثورة وعندهم حرب وتحرير. أنا ما عرفتش هذا السيد هذا مسكين فين كان. اخويا ياسر كانت عندهم حرب تحرير السلميه. با ياسر كاين واحد السؤال خصك تطرح. كان عندهم اللقلق. با ياسر واحد السؤال خصك تطرح، مادام انه جاو باش يناقش التاريخ وبوني في استضفوا، فنظركم علاش يبدا بالدعاره هي الاولى، انه يوطد الحوار بالدعاره بدا بالحمل؟ هو لو استمعت من البدايه هو كان يزكي قطع ميمور. هذا واحد يزكي الكلام ديال الاخر، هو جا في الاول زكى الكلام ديال عميمور على اساس ان هذاك عميمور يعتبر مرجع له هو. انا كتبان لي غير القنبله ديال الصنيبي وصلهم الصهد وصافي. هذا يعني استند الى جبهه النهوض الفرنسيه يعني باش نزيدوا العجاله. الصحراء سياسير. نعم. السياسي غير واحد فكره بسرعه. نعم. عاد عرفت علاش عندهم واحد المدينه سميتها برج بوعريريج. داك العريريج هو بالعرج عرج. حررت الارض ودخلت في الاراضي المغربيه او المراكشيه انذاك خلف او شرق غرب فيغي بحوالي 50 كيلومتر. ولهذا اصدر الاخوه في المغرب اغنيه انذاك تقول: يا المغربي يا خويا ياك انت وانا اخوان. تعديت واليوم تقول لي يا المغربي يا خويا ياك انا وانت اخوان. بقات هذه في الذاكره الشعبيه ليومنا هذا فيما يخص ما اجبناه عن حبس يا ياسر حبس. وما جاء في الوثيقه اوكي العالميه الا وهي جريده لو موند هي التي اصدرت هذا الخبر، وليس انا او الوزير، وانما الوزير طيب الله ايامه وزاده في عمره، ويكون له كل التقدير لانه عاش مرحله ظاهره من تاريخ النضال والسياسي الجزائري الا وهو مرحله السبعينيات. سي محي الدين الدكتور او سي محي الدين سمعت التزكيه دابا والسياسي الحي والهامه الواقفه الذي ما زال نستمد منه ونرجع اليه. سمعت التزكيه اسمع. عنده كتاب رائع جدا دكتور، هو اهداه لي شخصيا، وللاسف هذا الكتاب هنا غادي نوقف واحد الدقيقه. يعني باش اللي عنده شي تعليق ولا شي حاجه هنا شوفوا الكتاب كيف يتعاملون مع الكتاب. كتسمعوني الاخوان؟ نعم. اسمع هنايا اسمع. والسياسي الحي والهامه الواقفه الذي ما زال نستمد منه ونرجع اليه. ابناء برر عنده كتاب رائع جدا دكتور، هو اهداه لي شخصيا، وللاسف هذا الكتاب مش موجود في المكتبات. اسمع، عنده كتاب هداه لي شخصيا وهذا الكتاب غير موجود في المكتبات. وقف على السياسة على ما زال نستمد من بعد يعني خطأ لغوي هنا، ما زلنا نستمد من يعني باقي الاخطاء اللغويه يعني نرجع اللغه من اللغه خويا المهاجر غير نسى اللغه هنا. شتي اللغه غير تشوف لوبسيون ديال اللغه صحيح تلقائي هنا غير نسى لغه كتنطق
الكتاب، اسمع وياه. الكتاب، اسمع الكتاب. لا انا بعض الشوشعيه، انا صراحه انا الله درك دابا الى قطعتي خويا. الواقفة الذي ما زال نستمد منه ونرجع إليه أبنائنا. نرجعوا. عنده كتاب رائع جدا دكتور، هو أهداه لي شخصيا، وللأسف هذا الكتاب مش موجود في المكتبات، عن المغرب العربي. هنا شوف الاخوان، هنا انا واخا كنتنص عليه بواحد الطريقه كاينه، ان هاد الكارثه اللي قدامنا الى كتفرجوا فيه ديما، هو لا يستند على اي مرجع، وهو ليس بقارئ للكتب ولا يعرف اي عنوان لاي كتاب. اسمع اش غيقول دابا. هو قال لك كتاب، وباش هذا الكتاب يسولوه الناس قال لك غير موجود في المكتبات. زيد اسمع. وهداه له راه عارفه. وأسباب عرقلة هذه الوحدة اللي دائما يقف وراءها المخزن الذي يريد أن يهيمن على المنطقة، إما أنه يأخذ المنطقة، إما أنه ما يكونش هناك وحدة. هذا كتاب جميل جدا، إن شاء الله سوف أعيره لك ربما. سوف أعيره لك، غادي غيسلفوا ليه. سمعتي ما عندوش مكتبات. عرفتي سي ياسر، اخويا ياسر، شوف هذا الكتاب اللي مش موجود في المكتبات هو نفس الشيء بالنسبه للاغنيه اللي مش موجوده في الارشيفات، اللي قال الاغنيه اللي غنوها على هجوم المغرب. ياك اخويا المغربي اللي هجمتي عليا واللي تعديتي عليا، اي غير موجوده تلك الاغنيه، هذاك اختراع شخصي ديالو. ما فهمش غيسلفوا كتابه ولا ما عرفتش انا هذا. واش كلام وقول لي واش عمرك شفتي شي مؤرخ انا كيشرح التاريخ بالاغاني الشعبيه؟ لا هذيك الاغنيه هذيك أم سيدنا اخترعها دابا عاد اطلقها. الخطير هو دابا انا دركت هاد بونيف مالو عرقانه صاحبي هكا. لا كارثه صاحبي، غير بلاتي نكملوا صبروا الاخوان، ربنا ندخلوا في عمق التاريخ. ما بغيتش نحرق عليكم ماذا. ونحيي الدكتور محي الدين الميمور. من ضمن الاشياء ايضا التي اثيرت، واللغط الذي اثير، وهذا سؤال انا حقيقه اطرحه باسمي الخاص وباسم مئات الالاف من المتابعين على الاقل. نسمع مصطلح الامبراطوريه المغربيه. ما قصه هذه الامبراطوريه؟ نريد ان نفهم، يعني فهمونا، هل كانت هناك فعلا امبراطوريه وكان امبراطور، والله هذه مجرد فرقعات وميس هكذا؟ لقد قلتها بكلمة فرقعات أو ترهات، لأنه المصطلح. نقول الأمبراطورية لبلد توسع على أراضٍ أخرى وكان يحكمه أمبراطور، ولهذا سجل لنا التاريخ 4 أمبراطوريات في تاريخ الإنسانية. الأمبراطورية الأولى وتبدأ في القرن الثالث قبل الميلاد، ألا وهي الإمبراطورية الرومانية، تستمر إلى أن سقطت روما في 476 ميلادية على يد البرابرة الجرمان من الشمال، وليس البربر، فهناك فرق شاسع بين البربر والبرابرة، وهذا موضوع آخر يدخل في التوبونيمية، إن شاء الله سنترك له مجالا آخر. أما الإمبراطورية الثانية فهي الإمبراطورية الشرقية التي خالفت الإمبراطورية الرومانية، ألا وهي الإمبراطورية الشرقية البيزنطية، وهي رومية كذلك، وانتقلت العاصمة من روما بعد سقوطها في 476 إلى بيزنطة، وبيزنطة هي حاليا سميت في عهد هذه الدولة بالقسطنطينية نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين، والذي سميت عليه مدينة قسنطينة في الجزائر. فهذه الإمبراطورية البيزنطية وصلت إلى غاية وصول الفتح الإسلامي، هرقل الروم، والرسالة التي بعثها السيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فالإمبراطورية الأولى الإمبراطورية الرومانية كان يحكمها إمبراطور، والثانية البيزنطية كان يحكمها إمبراطور. أما الإمبراطورية الثالثة فقد ظهرت في المعاصر، وجاءت بعد الثورة الفرنسية في 14 جويلية 1789. جاءت إمبراطورية نابليون بونابرت الذي توج إمبراطور وسحق كل أوروبا حتى وصل إلى روسيا وسحق النمسا، فهذا إمبراطور. يعني الإمبراطورية توسعت على أراضي الغير. أما الإمبراطور
وهي الامبراطوريه التي ورثها نابليون 3 او نقول نابليون 3 عن جدي نابليون الاول، وكان ذلك بعدما قضى على الانقلاب الملكي اللي هو الملك فيليب لوي فيليب في سنه 1948 و 1848، والجزائر كانت مستعمره وكانت نهايه ثوره الامير عبد القادر انذاك. فكان هذا الانقلاب من الملكيه الى الامبراطوريه اللي هو الامبراطور نابليون الثالث. اذا 4 امبراطوريات، ولا يحق ان نقول الامبراطوريه العثمانيه، لان الدوله العليا العثمانيه كانت سلطنه، نقول السلطنه العثمانيه، كما يجوز ان نقول الخلافه العثمانيه لانها اصبحت خلافه فيما بعد، خليفه الطور الثاني من الدوله العباسيه. ولا يجوز ان نقول هذه الامبراطوريه كذلك التي توسعت على عده اراضي منها العالم الاسلامي، وقد اوقفها في معركه عين جالوت سنه 1260 تحت قياده المناضل المجاهد بيبرس وقطز. فهنا مناضل المغولي، ولا يصح ان نقول الى هذا التوسع بالامبراطوريه المغوليه، كما لا يحق لنا ان نقول الامبراطوريه الغانيه وهي غانا في افريقيا، ولا يحق لنا ان نقول الامبراطوريه المغربيه، فان المغرب الاقصى، اولا اقول المغرب. هنا السؤال اللي بغيت نسول الاساتذه الكرام، كيفاش هذا الاستاذ ديال التاريخ وهذا المؤرخ اصبح يقول لا يجوز ولا يحق؟ ما يعني شوف خي ياسر بدا الخطأ المنهجي الأول عنده خطأ فادح في تعريف الإمبراطورية. هذا الرجل لا يفرق بين التعاريف التالية: الإمبراطور والسلطان والملك. عليه والله هذا والله خي ياسر إلا خصو يرجع للمدرسة. كاين مسألة أخرى سي كمال، وهو أنه لما أشار إلى تعريف الإمبراطورية وهو التوسع على أراضي الغير، يعني واحد الكيان سياسي توسع على أراضي الغير، يعني بهذا المصطلح هو عرف الإمبراطورية يعني، وفقط أثبت بأن على مستوى التاريخ حنا تنزلا مع التعريف ديالو، يعني قال بأنه هو كيان سياسي يتوسع على أراضي الغير، ثم فقط أثبت غير الإمبراطوريات الأربع اللي هي إمبراطورية روما الغربية، ثم روما الشرقية اللي هي الإمبراطورية البيزنطية، ثم الإمبراطوريتين الفرنسيتين في نابليون، ثم التي تمخضت الثورة الثانية اللي ثارت على نابليون. يعني إلا كان هو إذا تنزلنا معه يعني وعرفنا الإمبراطورية بتعريفه، فعلاش ألغى هو الإمبراطورية العثمانية؟ علاش ألغى الإمبراطورية اليابانية؟ علاش ألغى الإمبراطورية الخانية ديال التتارية المغولية؟ يعني وبزاف الإمبراطوريات عبر التاريخ يعني ألغاها وفق تعريفه أصلا اللي هو قدمه. ديال الفرس هنا يغالط يعني الإمبراطورية الفرنسية اللي كانت يعني هذا خلط كاين واحد الخطأ فادح وما عرفش التعريف. واش كيتقطع الصوت ولا غير عندي ما عرفتش؟ لا عندك واضح. مهم أغلاط كثيرة ارتكبها فيما يخص أنه أقصى الكثير من الإمبراطوريات في العالم وركز على 4 الإمبراطوريات كما الإخوان، ولكن الخطأ اللي دار أكثر واش كاين هنا شي اختلاف اللي بغيت نسول غير، واش كاين شي اختلاف بين المؤرخين على هذه القضيه ديال لا يحق ان نقول الامبراطوريه العثمانيه؟ ما كاينش لا اجماع فيها. نعم. حيت هنا شوف، بعدا اولا انا كنعرف الواحد مثلا غادي يفصل الامبراطوريه ما قدم حتى لم يبذل ولو مجهودا بسيطا اللي مثلا تكلف شي دري في السادس ولا في الرابع ابتدائي. اول حاجه غادي يديرها في التقديم تعريف الامبراطوريه، والامبراطوريه هي بينها وبين المملكه وبين السلطنه كاين يمكن نقولوا مترادفه، ولكن الامبراطوريه هي التي يكون فيها الحاكم، ما درست انا والله اعلم، التي يكون فيها الحاكم يمتلك السلطه السياسيه والدينيه معا. لا شوف صفة سوسي الله يرضى عليك. شوف الامبراطوريه، هو الامبراطور هو من حكم اقليمين فاكثر وله السلطه الدينيه والسياسيه. برافو صفة السوسي. شوف، وللأمانة العلمية السلطان هو المرادف للإمبراطور، غير المسلمين يتحرجون من كلمة إمبراطور وابتدعوا كلمة سلطان. نعم، فللأمانة ذلك السلطان له يحكم إقليمين فأكثر وله
السلطة الدينية وله السلطة السياسية، فهو بالتالي إمبراطور بتعريف يعني بمصطلح إسلامي اللي هو السلطان، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الملك وانطلاقا نعم وانطلاقا استكمالا من كلامه الملك هو عفوا غير باش نكملوا التعريفات. الملك هو من يحكم إقليما واحدا، ومن هذا الضيف ديال قناة الحمار لا يعرف ما معنى الإمبراطورية وما معنى الإمبراطور، ونفى عن الإمبراطورية العثمانية إمبراطوريتها، وكذلك التتار والمغول، كذلك الفارسيين، كذلك اليابان. إمبراطورية غانا. يعني حدث ولا حرج. إذا هذو السياسير أصبحوا يغيروا حتى في مفاهيم التاريخ. غانا كانت مملكة محدودة المجال، غانا مملكة كانت مملكة محدودة المجال الجغرافي. السياسير احنا باختصار نجيبه. السيادة الفرنسيس كانوا كيقولوا لها لومبير شريف، يعني الإمبراطورية الشريفة. تفضل اخي ياسر. نتفضل مسترسل. وجاء بالأطنان الكثير من الغنائم، وبالخصوص تبر الذهب. أشير عاصمة لدولته، وهي تقع بولاية المدية حاليا في جنوب الجزائر، العاصمة 120 كيلومتر. فأشير كانت اللبنة الأولى لتوحيد المغرب العربي، وتوسع نحو الشرق ونحو الغرب، واتخذ من مدينة عاصمة أخرى له، وطرق أبواب فاس ودخلها كما دخل إلى سبتة في أقصى الشمال الغربي للمغرب الأقصى. وابن عمه زاوي بن زيري انتقل إلى الضفة الأندلسية، وكون في كورة إلبيرة دولة سيرية جزائرية بالمفهوم الحالي. والدولة السيرية هذه التي أسست مدينة غرناطة التي ستسقط فيما بعد، وسنتطرق إلى هذا الموضوع في الوجهات التاريخية لأنه فيه تعدي على الوجود العثماني في الجزائر. جوستومون يعني هذا ثاني موضوع من ضمن الاشياء اللي محيره. يعني اضيف نقطه في نقص. اذا ليس هناك امبراطوريه، ما كاينش امبراطوريه. كاين شيء ان المغرب كان عنده فكره التوسع، وفعلا في العهد السعدي توسع على حساب الدول الافريقيه. نهب في منطقه توات وفي الجنوب الغربي الجزائري وفي طنبوكتو، ووصل بنهبه الى نهر الكونغو تحت قياده المنصور الذهبي الذي نهب سلب وخرب واقتضى بعض العلماء مكبرين الى مراكش. وجاء بالاطنان الكثير من الغنائم، وبالخصوص تبر الذهب، ولهذا سمي بالمنصور الذهبي. هذا الذي ساعدته القوات الجزائرية في العهد العثماني في معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاث. بلاتي المغرب كان اسمع. وفعلا في العهد السعدي توسع على حساب الدول الإفريقية. نهب في منطقة توات وفي الجنوب الغربي الجزائري وفي طنبوكتو، ووصل بنهبه إلى نهر الكونغو تحت قيادة المنصور الذهبي الذي نهب سلب وخرب واقتضى بعض العلماء مكبرين الى مراكش. وجاء بالاطنان الكثير من الغنائم، وبالخصوص تبر الذهب، ولهذا سمي بالمنصور الذهبي. هذا الذي ساعدته القوات الجزائرية في العهد العثماني في معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاث. أنا عاد دخلنا عليكم مع بالله، دخلت عليكم بالله. أنايا لا المهاجر ولا الفتى السوسي ولا ياسر المغربي اللي يلاه التحق بنا. قال لك القوات الجزائرية، اسمع القوات الجزائرية هنا هذه كاينه قوات جزائرية في العهد العثماني. هاد العثمانيين راه كانوا ولاد عمهم وقيله، ولا هي النسوبيه كاينه حلال ولا حرام. ما لاحظتش اخي ياسر واحد المساله مهمه يعني. واحد دقيقه الله يرضيك. تفضل. اما المنصور الذهبي، شوف هاد الناس كيفاش يدعون العروبه ولا عروبه فيهم، ويدعون الاسلام ولا اسلام فيهم. العثمانيين اللي طحنوه ابا عن جد واستعمروه استعمار التتار والمغول. أنا لو كان يعني دارسا للتاريخ سيتكلم عن الاستعمار العثماني أو الفترة العثمانية وهو يتجرع يعني وهو يبكي
ولكن للأسف كيتكلم عن العثمانيين وكأنهم كانوا خوالو. أما عندما تكلم عن المنصور الذهبي أقرنه بماذا؟ بالنهب. عاد زيد عليها القوات الجزائرية. أنا لكم الكلمة أخويا، تفضلوا. القوات الجزائرية أيام المعركة ديال الملوك الثلاث. أخويا تفضلوا. تفضل السي المهاجر إلى عندك شي كلمة. تحياتي لك. مسموح مداخلة غير لأنه يدي شرجة لي التليفون لأني استمعت يعني لهذا اللقاء هذا وحاولت ندون يعني بعض المغالطات التاريخية انطلاقا يعني كرجل مغربي أو كشاب مغربي يعني عنده غير بعض الإلمام البسيط على مستوى التاريخ. يعني قدرت أني نكتشف شي أشياء بإطار الكلام ديالو. يعني ما لاحظتش في البداية أنه عرج يعني هذا أخي ياسر يطلق عليه يعني ممكن أن يصطلح عليه أنه بعد أنهم نالهم ما نالهم يعني من أساتذتنا الكرام الدكتور الصنيبي وغيره يعني من الفضائح التاريخية لنظامهم ولممارستهم عبر الماضي يعني، فسكتوا ظهرا ثم نطقوا يعني خرابا كما يعني تفضل. يعني هذا الذي يدعي أنه يعني متخصص في التاريخ الذي يسمى صحيح أحمد البارودي يعني خرج علينا يعني وأطلق التاريخية يعني واستضفوا حتى كتشوف بداية يعني اللقاء لما تحدث على يعني هما تصور يعني في يوم 8 ماي يعني وهو ذكرى لواحد المجزرة عظيمة جدا وقعت في الجزائر راح ضحيتها أكثر من 45 ألف جزائري على يد قوات الاستعمار الفرنسي. يعني بنيف يعني مر حتى أنه لم يمر على هذه المسألة، ذكره فقط يعني تفضلت به يعني، وذكر مجموعه من السياقات التاريخيه وقال بان يعني هذا البارودي هذا قال بانه هو لم يكن يتحدث في التاريخ الا ان السياق التاريخي بحكم تطبيع المغرب العلاقات مع الكيان الى اخره وبحكم كذلك يعني وما تكلمش على التطبيع السري للجزائر ان على اروقه الامم المتحده حاليا في مواقعها الرسميه كتشهد بان حجم المبادلات التجاريه كتوصل اكثر من 21 مليون دولار يعني تصريحات رسميه، وكذلك تطبيعهم السري في مجموعه من الغاز والنفط اللي كيمشي لاسرائيل منهم عن طريق شركات وسيطه فقط، وهم فقط يعلنون العداء في العلن ولكن يطبعون في السر يعني. ثم يعني استند الى مساله انه طعن يعني في المسيره الخضراء ووصف انها كانت فيها عاهره عز الله المغربيات الشريفات العفيفات من هذا الافاك الاثيم يعني. ثم استند الى كلام يعني محي الدين او عفوا هذا استحي ان اسميه محي الدين، هذا مميت الدين لانه اصلا هو عميل الموساد الاسرائيلي الذي بدوره استند الى جريده لوموند الفرنسيه يعني وسمى يعني المسيرة بما سماه يعني. وكاين مجموعة من المغالطات التاريخية كذلك أنه لما تبجح بأنه سرق اسم الإمبراطورية على مسمى المغرب الأقصى قديما وقال بأن عبارة مفرقعات يعني. من مغالطته كذلك أنه قال لولا الجزائريون لما انتصر المغاربة في معركة وادي المخازن يعني. من مغالطته التاريخية كذلك لما إلى لاحظت في المداخلة ديالو عفوا لما تكلم على التسمية هو راه لم يعرج عليها تاريخيا. لما مشى مسألة التسمية قال يعني على الجزائر هو قال لك بأن الجزائريين هم الذين يعني ساهموا في انتصار السعديين على في معركة وادي المخازن، وأصلا لم تكن هناك شيء تسمى الجزائر على مستوى الدولة يعني، وبوثائق تاريخية يعني عن طريق أراكين وثيقة تاريخية حاليا معروفة يعني منذ سنة 1839 بالضبط 14 أكتوبر 1939 هي كانت مراسلة من وزير الخارجية الفرنسي إلى المارشال شنايدر. انطلاقا منها الا سمحت اخي ياسر عندي الوثيقه هنايا اللي اصلا هو ما بغاش انه يعني يمر على مساله تسميه الجزائر لان كاين وثائق هنا تدحض ما سيقوله اصلا. في هذه الوثيقه اللي ظهرت كما قلت لك في 1800 اللي كانت في 1839 بالضبط 14 اكتوبر كانت مراسله مع وزير الحرب الفرنسي مع مارشال شنايدر يقول لي بان قلنا نسمي يعني هذه المناطق في شمال افريقيا مجموعه من التسميات وسمى الجزائر الموجوده حاليا انها كانت تسمى يعني بالمملكه الجزائر العاصمه، كذلك من التسميات اللي كانت معروفه بها تاريخيا ممتلكات فرنسا في شمال افريقيا. قال حتى نخرج من كل هذه التسميات سنسميها الجزائر. فمنذ سنه 1800 خرج علينا مسمى الجزائر، فبالتالي هذه التسميه اللي نراها الان عند الجاره ما هي الا تحديث من فرنسا. اما اصل الجزائر فكانت فقط هي الجزائر اللي معروفه بالجي على مستوى المراسلات التاريخيه يعني. ثم انتقل كذلك انه قال لك ان الدوله
كاينه مساله اخرى كنت سجلتها يعني في اطار المسائل اللي سمعت لها هي التي حررت افريقيا، بل حررت حتى المغرب سنه 1956 ومجموعه يعني من المغالطات. يعني انا نرجع للمساله، ما بغيتش ناخذ من وقت الاخوان كثير جدا، وهو لما تحدث عن المسيره يعني ما هو لم يعرج على من ظهر به الكثير يعني من الملاحظين في اصقاع العالم الى يومنا هذا، اللي سموا يعني المسيره الخضراء بانها معجزه القرن يعني القرن العشرين. ثم انتقل كذلك أن قال يعني المسيرة الخضراء كانت غزو الأقاليم الصحراوية، يعني متنافيا ب يعني كل المراجع التاريخية الموجودة عندنا. يعني فإذا كانت يعني المسيرة الخضراء غزو المناطق الجنوبية يعني المغرب، فكيف يفسر الوجود المغربي المتمثل في ملوك الدولة العلوية، سواء في عهد المولى إسماعيل رحمه الله اللي تجول يعني في المناطق يعني وفي الأقاليم يعني الجنوبية وتفقدها مع رعاياه سنة 1679 حتى وصل إلى نهر السنغال. يعني كذلك المولى الحسن الأول يعني مرتين أو سنتين تفقد هذه المناطق، تفقد أحوال الرعية بالصحراء. وكذلك ماذا سيقول عن الاعترافات التي صدرت من المعاهدة الدولية، كذلك اللي منها يعني معاهدة عفوا المعاهدة البريطانية اللي كانت سنة 1895، كذلك ديال فرنسا سنة 1911 وألمانيا سنة 1911 كذلك. ثم قرار كذلك محكمة العدل الدولية اللي بلاهاي اللي كان قرار قال وأكد بأن الأراضي الصحراوية ما كانتش أرض خلاء ولم تكن أرض بلا صاحب، بالعكس كانت على أحقاب التاريخ تربطها المملكة المغربية روابط قانونية كتمثل في روابط البيعة الشرعية وكذلك في الولاء المستمر للملوك العلويين. ثم انتقل كذلك يعني المسألة ديال الإمبراطورية، نحاول نرد عليها يعني غير واحد المسألة أنه قال أنه عبارة عن مفرقعات، لم تكن هناك إمبراطورية مغربية. حنا نخليو يعني مسألة ديال ما هو موجود يعني في التراث يعني عفوا في التاريخ الأوروبي، يعني في مجموعة المراسلات اللي كانت كتسمى فيها يعني الإمبراطورية الشريفة إلى آخره. ولكن نعرج على المسألة اللي موجودة عندنا حاليا اللي ولات عندنا ما يسمى أو مصطلح دولي كيتسمى المدينة الإمبراطورية. المدينة الإمبراطورية هي واحد المدينة اللي كتكون فترة من التاريخ عاصمة لسلالة من السلالات تعاقبت على الحكم. وعندنا في المغرب 4 مدن إمبراطورية مسجلة في التراث العالمي اللي هي الرباط وفاس ومكناس وكذلك مراكش. انتقلت يعني فيها العاصمة على مر يعني على أكثر من 1000 سنة ما بين الدول التي مرت على المغرب، انطلاقا من أدارسة ثم المرابطين ثم الموحدين ثم الوطاسيين ثم المريليين ثم العليين ثم الأمويين. هذه المدن كلها تسمى حاليا مدن إمبراطورية يعني في التراث العالمي. يعني هذا الشيء سيستطيع يعني البارودي بباروده يعني أن ينفي يعني هذه المسألة أو لا. وعندي أشياء أخرى ولكن ما نطولش الإخوان، نخليها المداخلة ثانية في إطار مسألة الحقوق التاريخية السياسة كذلك. بعجالة. شكرا أخ السياسة المهاجر. هنا اللي كنسطر عليه هو اسم القوات الجزائرية، قال لك غنجي لك القوات السياسي المسألة العثمانية بمراجع تركية. عندي مراجع تركية كتكلم على السياسة معركة وادي المخازن من بعد الإخوان إن شاء الله. تفضل السي كمال. ممكن مداخلة الإخوان؟ السياسة صعبة. دقيقة السي الرئيس المغربي ونعطيك الكلمة. شوف أخي ياسر، أنا لا زلت يعني مصرا على أن النقاش كما قال الحسن الثاني رحمة الله عليه، النقاش بحسن النية مع يعني من له سوء النية، هذا نقاش عقيم جدا. هذا الرجل لا يتحدث بالتاريخ أيها الإخوة، هذا الرجل يريد تمرير رسالته. الرسالة الأولى المغرب الأقصى، الرسالة الثانية الدعارة كنا قلنا، الرسالة الثالثة الاغتصاب، الرسالة الرابعة ها إذا بعد قالها الدولة التوسعية. هذه مصطلحات هذوما ديك الدوغمات اللي خصو يمررهم للجماهير واللي تتلقفها الجماهير، هي هذا الربعة اللي قلنا. ألا تلاحظون معي أنه مثلا عندما يتحدث عن الإمبراطورية الفرنسية نابليون، وكيف يعني كيف كان يتحدث عنها بافتخار وكيف كان يمدحها، ثم عندما تحدث على أحمد المنصور الذهبي سماه بالنهبي والسلبي وأنه جر كذا وأنه فعل. سبحان الله، هاد الناس هادو مراد والله العظيم، الله هادو الناس فيهم واحد الخسة غريبة جدا القوم هادو، الله يخليها سلعة. تفضل السي الرئيس. هو مسلم للأسف، أن شوف كيفاش كيتكلموا على من هو مسلم وحتى من هو عربي، إن كانوا حتى يتكلمون عن العرب ليس إقصاء الأمازيغ، ولكن ما كنلقاو فيهم لا روح الإسلام ولا روح العروبة ولا ما كاين والو. ما فهمناش هاد الناس كيف يفتخرون بالأجنبي ويفتخرون بمن استعمرهم
والمنصور الذهبي الذي يعتبر يعني من أعلام الأمة، ماشي غير المغاربة، الأمة كاملة الإسلامية كاملة، مفخرة المسلمين كاملين، أقرن اسمه بالنهب. يعني أليس هذا أكثر من الصهاينة؟ هل يستطيع أن يفعل نفس الشيء مع سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، الله المستعان، أو مع الخلفاء الأمويين أو العباسيين أو الخلفاء هاد ديال العثمانيين؟ هي في النهاية إذا كان سيحاكم التوسع بهذه الطريقة هذه فراه كلهم توسعيون بنفس المفهوم ديالو هو. هذا رجل ملعون. ناخذ الرأي المغربي. مرحبا، الرأي المغربي ما خداش الكلمة. الله يحفظك لي يا سي ياسير. أولا السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. تحية طيبة لكم من مدينة الداخل أقصى الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا. أولا الإخوة الكرام، يجب أن نتفق أن هؤلاء الأشخاص، هذا الشخص وغيره، تحداهم الدكتور في مناظرة بالوثيقة وبالدليل، بدل الشفهيات واللغة التي يدغدغون بها مشاعر الجزائري الذي لا زال يبحث عن تاريخ ويبحث عن هوية. ونعلم جيدا أن مؤرخي الدولة الجزائرية بأنفسهم تيقنوا أو أكدوا على أن الجزائري لا يملك هوية تاريخية، ويجب أن يؤمن بهذا الأمر وأن يبني تاريخه انطلاقا من استفتاء تقرير المصير. هذا هو الذي يجب أن يقوموا به، فتم إسكات أصواتهم. أما ما يقومون به الآن هو الهجوم انطلاقا من مخطط جزائري واضح، هو تشويه كل ما هو مغربي، وهذا ما يقومون به من خلال هذا الإعلام التافه الذي لا يصدقه أحد، بحكم أنه الذي يتحدث في التاريخ يجب أن تكون له الثقة في الوثيقة كما يؤكد الدكتور الصنيبي، وفي أمهات الكتب وفي المراجع التاريخية، وأن لا تكون مغربية، وأن نذهب إلى الكتب البريطانية وغيرها من الأمم القديمة الضاربة في التاريخ. فأبدأ بمسألة الإمبراطورية. هل كانت هناك إمبراطورية في المغرب أم لا؟ نحن سنذهب إلى الخريطة الفرنسية التي تعود إلى 1886 والتي أكدت بوضوح على أنه كانت هناك إمبراطورية مغربية مباشرة بعد أن دخل الاستعمار الفرنسي، بعد أن تسلم مدينة الجزائر من الداي التركي اللي هو الداي حسين الذي هو من مواليد أزمير التركية. لو سمحت يا خويا تكبر لي الصورة الله يحفظك باش نوضحوا هذه النقطة هذه بالخريطة وبالأرشيف، واللي عندهم شي حاجة يجيبوها. أما باش نبقاو غير نهضروا، تقدر تكبر لي الصورة أخويا ياسر؟ نكبروها وديها غير كبروها باش تصغر. غير واحد السؤال بغيت نسولو لك الرأي المغربي. ملي قضية قلتي التشويه، أليس هذا تشويه لصورة المؤرخ مثلا الجزائري، أو تشويه الأكاديمي الجزائري، أو تشويه الأستاذ الجزائري؟ ملي هاد قناة الحمار كتجيب هاد النماذج هادو أو القصر الكبير. صحيح. هم شوف هاد الناس هادو راه هم يسيئون لأنفسهم ويسيئون لتاريخهم ويسيئون للجوار للأسف الشديد، لأنه هاد الناس عندهم غاية واحدة هي تشويه كل ما هو مغربي. ولكن بحكم أنه ولله الحمد هاد الدولة شريفة، كل من يعاديها يتوجه مباشرة إلى مزابل التاريخ، لأن التاريخ هو الحقيقة والوثيقة. الإخوة الكرام، هذه الوثيقة القديمة تم تحسينها من خلال الألوان وتبينت. ها انتم نجيو وقراو لي اخوتي، الناس اللي كتقرا الفرنسي قراو لينا ان بير دو ماروك، ماشي حنا اللي كتبناها. هذه خريطة عسكرية تعود للجيش الفرنسي الذي دخل إلى الجزائر ووضح الممتلكات التي تسلمها من الدولة العثمانية، اللي هي 3 ولايات في الجزائر: وهران، الجزائر العاصمة، وقسنطينة. 3 ولايات هي اللي كانت، وهي الحدود اللي دخلوا عليها الفرنسيين ولقاو فيها العثمانيين، ووضحوا فيها الطرق والمدن وما إلى ذلك. في الحدود كتبوا أنها حدودهم مع الإمبراطورية العثمانية، ان بير دو ماروك. هذه وثيقة تالية مع الطرهات التي سمعناها الآن. غادي نجيو دابا للمشاركة ديال العثمانيين في معركة وادي المخازن، وغتعطوني واحد شويه ديال الوقت باش نقرا لكم، باش نوضح لكم اشنو واقع وهاد الناس منين جايبين هاد الهضره اللي كيقول. لانه للاسف الشديد الاخوه الكرام، حتى المؤرخين العثمانيين حاولوا الركوب على الانتصار العظيم الذي حققه المنصور الذهبي، المنصور السعدي. الاخوه الكرام، يجب اولا ان نعلم
أنه كاين صراع بين الرواية المغربية والرواية العثمانية، لأن العثمانيين حاولوا الركوب على هذا الانتصار ونسبوه لخانهم رواية مختلفة وتفسير آخر للوقائع. فإذا كان التلميذ المغربي يقرأ عن معركة وادي المخازن بأنها تمثل أكبر نصر كتبه المغاربة بدمائهم لتبقى بلادهم شامخة أمام التحدي الصليبي، فإن التلميذ الذي حملوا رايات الجهاد من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي كأقوى قوة إسلامية حمت الأرض الإسلام لقرون عديدة. كتب التاريخ العثماني ثم التركي لاحقا كتب التاريخ العثمانية والتركية لاحقا تؤكد أن معركة وادي المخازن التي تعرف عندهم بمعركة وادي السيل، نحن نعرفها بمعركة وادي المخازن، هم كيسميوها وادي السيل، ربما بسبب السيل الذي جرف الجيوش البرتغالية على أثر هدم القنطرة، انتهت بسحق البرتغاليين من طرف عبد الملك السعدي الذي حارب بقوة عثمانية قليلة العدد نسبيا، لكن دورها كان حاسما في تحقيق النصر للمسلمين. هذا حسب الرواية العثمانية، أعيد وأؤكد حسب الرواية العثمانية، ومن بعد غادي نجيكم الرواية المغربية. تفيد المصادر التاريخية العثمانية بأن باشا الجزائر تلقى أوامر من إسطنبول بإمداد عبد الملك بكتيبة عسكرية لا يقل عددها عن 5000 مقاتل، إضافة إلى بعض قطع بحرية من البحرية العثمانية لاعتراض السفن المسيحية والبرتغالية منها على وجه الخصوص. ففيما يتعلق بالمواجهة بين الجيشين المسلمين والمسيحيين، تقول المصادر العثمانية بأن عدد المغاربة والأتراك كان متقاربا، حاولوا باش يديروا باللي راه الجيش المغربي والجيش العثماني كانوا بحال بحال، ولا ذكر لشيء اسمه جزائري باش نكونوا واضحين، حوالي 10,000 من كل طرف. ويقدم أحد المؤرخين العثمانيين الدور وبالنسبة للدور المغربي الدور العثماني فيقول: ثم عاد الشريف أحمد المنصور لاحقا بعسكره من جانب البحر، فظنه الكفار عسكر الجزائر جاء للمدد، وساق المسلمون خلفهم فقتلوا نحو 20,000 وأسروا منهم 40,000. ويضيف نفس المؤرخ أن الدعم البحري العثماني تمثل في إرسال سنان باشا على رأس أسطول يتكون من 14 سفينة، فاستطاع أن يأسر سفينتين عظيمتين تقل كل منهما 5,000 كافر، في الوقت الذي أغرق فيه ما بين 30 إلى 35 سفينة، هادشي كامل داروا ب 14 سفينة. وتمثلت المساهمة الأسطول التركي في اعتراض السفن البرتغالية ومنعها من التقدم من تقديم الدعم لجيش سيباستيان من جهة، كما تمثلت في منع هروب المقاتلين الفارين من ساحة المعركة بعد الهزيمة النكرة التي تلقاها في 4 أغسطس 1578. يقول أحد المؤرخين العثمانيين: وكان اللعين أي دون سيباستيان أودع في السفن نحو 20,000 نفر للمحافظة، واستصحب 60,000 معه، فلم ينجح أحد منهم. فلما علم بذلك أهل السفينة هربوا إلى بلادهم، وكان الرئيس سنان باشا في 14 سفينة في جماعة من الترك يترصد غنيمة ويصادفها. فلما سمع بهذه القضية ساق من خلفه السفن، وأخذوا بارجتين عظيمتين وسفينة صغيرة بما فيها من الكفار، وأفسدوا 35 سفينة وهرب الباقون. وتحاول الرواية العثمانية التقليل من دور الطرف المغربي وتضخيم دور العثماني، بل وحتى التقليل من دور حليفهم عبد الملك، الذي تقول المصادر العثمانية أنه كان بعيدا عن ساحة الوغى، وأنه لما وصل الخبر النصر الذي أنجزته عساكر إيالة الجزائر العثمانية نزل عليه كالصاعقة، فسقط عن فرسه من كثرة فرحه ومات في عين المكان، وذلك عشية يوم المعركة. الصراع بين الرواية المغربية والعثمانية. بالنسبة لمؤرخ الدولة السعدية الأمر بسيط ولا يحتاج إلى إثارة للكلام، إن ما يريده صاحب التاريخ المجهول في الدولة السعدية أبو عبد العزيز القشتالي مؤرخ بلاط المنصوري في مؤلفه مناهل الصفا مقتضب جدا، والفضل في النصر يرجع كله للسلطان أحمد المنصور السعدي الذي بادر يوم المعركة إلى استلام زمام المبادرة من أخيه عبد الملك بعدما رأى من مرضه أنه أصبح عاجزا عن تسيير القتال، وهو الذي قاد المقاتلين جنودا ومتطوعين من القبائل الجبلية المجاورة ودفعهم إلى ساحة المواجهة. رغم اعتراف المصادر المغربية بمساهمة الأتراك في انتصار وادي المخازن، إلا أنها كلها تميل إلى التقليل من أهمية هذه المساهمة، فالأتراك حسب المصادر المغربية لم يعد لهم أي وجود بالمغرب بعد أن اضطر عبد الملك السعدي
احترق له وأن استنجد بالجيش التركي الذي اقترض المال من أثرياء فاس ودفع 500 ألف مثقال للأتراك على أن يرجعوا إلى الجزائر. بل إن بعض المصادر التاريخية المغربية تذهب أبعد من ذلك فتتهم الأتراك بقتل عبد الملك عن طريق تسميمه، وهذا يؤكده محمد الصغير الإفراني صاحب نزهة الأحادي على الدور السلبي للأتراك في المعركة. كان لهم دور سلبي في المعركة، فالإفراني يحمل مسؤولية موت عبد الملك للأتراك ويعتبر موته من تدبير هؤلاء. لقد كان سبب وفاة عبد الملك، يقول الإفراني، أنه سقي سما، وذلك أن قائد الأتراك الذي كان معه واسمه رضوان علوج بعث لبعض قواده أن يتلقاه بكعك مسموم هدية لعبد الملك، قصد بذلك قتله ليثبت لهم الملك، فلم يكمل الله مرادهم. هما في الأول جاو 5000 ديال الأتراك بأمر من الأمر السلطاني من إسطنبول، أعطاه إيالة الجزائر وصيفطوا واحد القائد. هذا القائد اللي هو رضوان علوج مع 5000 جندي. هاد 5000 جندي جابوا معهم واحد الهدية اللي هي واحد الكعك. هذا الكعك بغاو يعطوه لعبد الملك ملك الدولة السعدية، وسموه فعلا هما اللي كانوا السبب فاش أنه يمرض في وقت المعركة. ومن سموه كانوا باغين باش أنه يموت باش يستدب لهم الحكم، لأنهم ما قدروش يسيطروا على المغرب، فكانت هذه من المؤامرات اللي قادوها. لكن هذا الأمر ما كملش لهم بفضل من الله وبفضل أحمد المنصور الذهبي الذي تولى زمام الأمر. أحمد المنصور الذهبي يستثئر بفضل المعركة. الواقع أن ما كتبه القشتالي والإفراني عن المعركة لا يمكن إلا أن يعكس وجهة النظر، أي أن الرواية التي ارتضاها المنصور وأراد أن يروج لها، فأحمد المنصور سلك منذ اليوم الأول للمعركة سلوكا قصد منه الاستحواذ على الفضل كله، وذلك ليس فقط بالتقليل من دور الأتراك بل حتى من دور شقيقه الذي أصبح يحتل دورا ثانويا في هذه المعركة. وهكذا بادر أحمد المنصور مباشرة بعد المعركة ووادي المخازن إلى مكاتبة السلطان العثماني مراد الثالث ليزف إليه نبأ الانتصار العظيم ويشركه في فرحة النصر على أعداء الإسلام. هذه الرسالة خطها المنصور للسلطان العثماني لم يتم العثور عليها لحد الآن، لأن الأرشيف العثماني يحتفظ بنسخة الجواب الذي أرسل إلى حاكم مراكش، ومنه فقط يمكن استشفاف عناصر